ترامب اللي عايزنا عاملين كده، تبيد في الشعب الفلسطيني واحنا عاملين كده. يعني لحد دلوقتي احنا موقفنا قوي وقوي جدا، واي كلام الصعبانيات والضعف اللي تحاولوا تسمعوه من حد تسمعوش، احنا اقوياء جدا. هم المتحكمين في السوشيال ميديا كلها في العالم، مش محتاجين نقول ان ايلون ماسك صاحب فيس ومنصه اكس وان في كذا وكذا وكذا. هم المتحكمين في ده. دليل حذف فيديوهات اللي بنوصل فيها الحقيقه. لازم نكتب بقى استيتيريل علشان نحاول نوصل الحقيقه. الميديا نفسها معاهم واحنا متفقين على ده. من هنا نبدا واقول لك ان ملك الاردن ما راحش وافق على التهجير اصلا، وان كل دي اشاعات. الحكايه بدات معاك من اول ما راح ملك الاردن هناك واستقبله ترامب ودخله وابتدى يتكلم معاه. اول سؤال اتساله ترامب اتزنق واتسال سؤال مهم جدا: وليه لازم ان الملك بتاع الاردن يا عم يستقبل الفلسطينيين؟ ما هو الراجل طلع وقال لا. فترامب اتزنق وقال لهم تمام انا ما اعرفش، بس هو ممكن يكون عنده حاجه يقولها. والمايك بقى مع ملك الاردن. قالوا لا 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 لا، بقول لك يا ترامب صلي على النبي كده، تعالى لي يلا بينا. عايزين نحط في الاعتبار يا ترامب ان في خطه مطروحه من مصر والدول العربيه. لا تشارك في ظلم، انا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن ان نشارك فيه. كمان الملك محمد بن سلمان دعينا لمؤتمر في الرياض. اللي مش متابع الاحداث يجي معايا كده نطلع ونشوف الملك محمد بن سلمان قال ايه. اقول لترامب ان المملكه خاضت حروب كثيره واخرها كانت غزوه تبوك. صحيح اننا انهزمنا في بعض المعارك مثل مؤتة، لكن انتصرنا في كثير غيرها. انتبه لغضب المملكه، احنا واجهنا ابو لهب وابو جهل وبنواجهك اذا لزم الامر. عشان بس تبقوا مستوعبين ترامب ده فين واحنا فين. بعد كده حصل وان انا شايف ترامب ان النقطه الاساسيه هي ازاي نخلي الامر ده يرضي جميع الاطراف. يعني هنا يرضي الفلسطينيين، برضه لازم تبقى فلسطين موجوده، وان احنا لازم نبص للمصلحه العليا للولايات المتحده وشعوب المنطقه والشعب في الاردن. يا عم دي السعوديه ومصر والدول العربيه، وبعدين في ناس جايه في الحق وانت مجنون يا عم الله يكرمك. فتعالى بقى نشوف احنا جايين نتكلم في ايه. وانا شايف ان من الحاجات اللي انا اقدر اعملها دلوقتي هو يا عم ان انا استقبل 2000 طفل مريض بمرض السرطان الله اكبر، او اي امراض من الامراض الحرجه على الله. يعني دول ممكن ننقلهم من غزه للاردن. يعني ايه 2000 طفل ياخدهم من مصابين امراض مزمنه وامراض صعبه وامراض مميته وخطيره ومفيش علاج، وانتوا عارفين ان مفيش مستشفيات ومفيش طب ومفيش نيله ومفيش بلاوي ومفيش حياه ادميه ومفيش اكل ومفيش شرب ومفيش اي حاجه اصلا. ده امر طبيعي يا ادمي، يعني مش معناه ان هو وافق على التهجير خالص. اي حد عاقل هيفهم كده. وبعد كده رجع قال لي ايه بقى عم ترامب؟ استنى بقى لحد ما نشوف الخطه اللي حطها مصر ورد عليكم. وبعدين كمان ايه ده، في ملك محمد بن سلمان الراجل ده مستنينا في الرياض. يعني ولا اي حاجه، يعني بلح. يعني لحد دلوقتي احنا موقفنا قوي وقوي جدا، واي كلام واي حاجه من الصعبانيات والضعف اللي تحاولوا تسمعوه من حد. شفت اللي حصل؟ ملك الاردن وافق على التهجير. احنا كده اتبعنا صح يا صاحبي، كده مصر اتباعت ووضعها بقى صعب كده، احنا مش عارفين نعمل ايه يا جدعان. قلنا امريكا يا جدعان، قلنا امريكا يا جدعان، يعني التكنولوجيا يا جدعان، يعني الناس دي يضربونا وهم عندهم. الناس دي مش محتاجين يقعدوا معانا على الارض. لا يليق بنا ان نقلق ابدا. سينا ارضنا، وسينا احنا عشان بس الناس اللي تبقى قلقانه، لا، القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف. احنا نموت كلنا، ولا ان حد يقرب من ارضنا. والموضوع مش بالسلام. ايوه نتحدى الدنيا كلها. ليه نتحدى الدنيا كلها؟ احنا مش اشرار، احنا مش متآمرين، احنا مش طماعين في حاجة حد، لا في خير حد ولا في اموال حد ولا في اراضي حد. احنا طمعانين في كرم ربنا وفي جهدنا، في كرم ربنا يساعدنا ان احنا نبني ونعمر، وهنفضل نبني ونعمر. ما تسمعوش، احنا اقوياء جدا. عايزين تسمعوا بقى الاشاعات وتسمعوا الكلام الكتير اللي بيتقال لكم ده، يبقى تروحوا تسمعوا كلام ترامب. عايز يبيد في الشعب الفلسطيني واحنا عاملين كده. لو يا ترامب عايز تهجر اهل فلسطين من بلدهم اللي ماتوا واستشهدوا واتدبحوا واتقتلوا واتطلق عليهم الكلاب وتعاملوا معاملة غير آدمية، وجنود دولة أهل شر في الأرض
يعملوا اللي كانوا بيعملوه في جثث الناس اللي ماتت من اهل الارض دي، وكل الفيديوهات اللي انتوا مسحتوها عن طريق اعلامكم الفاسد وعن طريق حملات الدعاية والاعلان اللي انتوا عاملينها على المستوى العالمي، لانكم انتوا اللي متحكمين في السوشيال ميديا كلها في العالم، واحنا عارفين مش هنوافق على تهجير اهالي الارض. متابعه ولايك يا رجاله. هنا على طول الفيديوهات بتتحذف، والله اعلم ده هيبقى ولا لا، بس مش مهم. لما اتحذف اكونتات افضل اعمل اكونتات جديده، مش هتفرق معايا حاجه خالص. انا مش فارق معايا غير ان الحقيقه توصل. عاش يا رجاله، وتحيا مصر، شعبها وناسها واهلها وناسها الطيبين. بحبكم في الله، شرفتوني.